دابا حينما تصف السي العثماني بالمطبع، انا بالنسبه لي راه كنظن راه تبدل لكم بارامتراج. واحد النهار قلت له شوف هاد مساقط الوالدين راه هما اللي عاطينك هاد القاعه، هاد مساقط الوالدين هما اللي سامحين لك باش تجي لهنايا. اوفير برونشتاين كان في راسك بانه عنده جنسيه اسرائيليه، وكان مستشار سابق ديال اسحاق رابين، قدمتيه كانه عنده جواز فلسطيني، ولكن الدعوه ديال اوفير برونشتاين عارضت الرساله وقلت لهم لا، يجب ان نكتب في الدعوه اللي تكتبات نوجه اليك دعوه on vous envoie cette invitation en tant que défenseur du peuple palestinien. حزب العداله والتنميه تؤكد انه كان عارف بانه عنده 3 جوازات. طبعا هادشي مكتوب، وانا عندي رسائل ممكن في الرسائل اللي بما فيهم الجواز الاسرائيلي طبعا، لان هذا الانسان او هذا الشخص يفكر بعقليه المؤامره. حاسبني على شي حاجه ديال الحزب واخا، ولكن تحاسبني على اشياء ديال المجلس الجاليه لم اجيب عليها. مشيت تلاقيت السي عبد الاله بن كيران والسي عبد الله بها في رئاسه الحكومه، قلت لهم لا كان حزب العداله والتنميه خصو يعني ان بوكي ميسير، انا مستعد نحمل هذا البوكي ميسير من اجل المصلحه العليا ديال الحزب. رجبتي دابا شاهدين، واحد توفى اللي هو السي عبد الله بها، ولكن السي عبد الاله بن كيران راه حاضر هذا الواقع. غنرجع النقاش ديال المشاركه السياسيه ديال المغاربه العالم. القوانين اللي كاينه اليوم باقي حشوميه، ما كاينش وزير فرنسي ما تعرفش يهضر بالفرنسيه طبعا اذا وقعت الكارثه. اسمح لي يا عمر، هذه بزاف على النزاهه، راه قال لي بعد ما تعرف النزاهه كنعرف نزيد فيها. واش فعلا المغرب تستافد، بلادنا تستافد بالشكل الكافي من الكفاءات ديالها؟ برشلونه كان حدايا سي عبد كان قلت لهم حنا في 2003 حنا من بدينا العمل كنا اقرب منه الى السجن الى الحكم، يعني لم اكن اعرف انني انتسب لحركه اسلاميه. قلتهم موجد لي ديك اوبليغاسيون دو كيتي التيريتوار. واش لي بوفوار اللي عند مسؤول جماعي في فرنسا هو اللي كاين هنا في المغرب؟ اعتقد بان الدوله المغربيه كتدي واحد الضريبه مضاعفه. وانت مسامح الجميع ياك؟ شي وحدين ادعوهم الى الله وسنلتقي عند الله. تحيه طيبه ومرحبا بكم في حلقه جديده من بودكاست جسر. ضيفنا اليوم مهندس في المعلوميات، باحث وكاتب ومحلل سياسي مغربي عايش في فرنسا، راكم تجربه مهنيه وسياسيه وجمعويه كبيره اللي خلاته من الوجوه اللي واكبت عن قرب قضايا الجاليه المغربيه في الخارج والعلاقات المغربيه الفرنسيه، وكذلك التحولات السياسيه اللي عرفها المغرب واوروبا في العقود الاخيره. سبق ليه شغل منصب نائب العمده في احدى البلديات بضواحي باريس، كما ارتبط اسمه بتاسيس جمعيه مغرب التنميه اللي كان الهدف ديالها هو الربط بين الكفاءات المغربيه والمقيمه بالخارج ومشاريع التنميه والاستثمار في المغرب. ضيفنا تحمل سابقا مسؤوليات سياسيه داخل حزب العداله والتنميه، خصوصا في ملف ديال مغاربه العالم، وواكب من موقعه مجموعه من المحطات السياسيه والتنظيميه اللي عرفها الحزب داخل المغرب وخارجه. بودكاست جسر غادي يستضيف في حلقه اليوم عمر المرابط باش نهضروا على واقع الجاليه المغربيه في الخارج والدور اللي كتقوم به الكفاءات المغربيه المنتشره في مختلف دول العالم، وغادي نفتحوا كذلك بعض الملفات التي اثارت نقاش وجدل اعلامي خلال السنوات الاخيره. سيدي عمر، اهلا وسهلا. شكرا جزيلا على تلبيه الدعوه. مرحبا وبارك الله فيك سي جواد. مرحبا سيدي عمر. مرحبا. سي عمر، تتخدم في فرنسا وقلبك في المغرب. هذه الايام الاخيره كان عندكم نعم قلبك في فرنسا ولكن قلبك الحقيقي في المغرب وانا اعرف ذلك، كما جميع اخوان ديالنا مغاربه العالم اللي مرتبطين بالبلاد ديالنا. وهنا قبل ما ندخلوا في النقاش، الحضور ديالكم في المغرب جاء تزامنا مع العقد ديالكم لواحد التظاهره ديال المنتدى المغربي للكفاءات ممكن اللي مؤخرا عقدته في الرباط في الجامعه الدوليه الرباط. شنو كيفاش كان المنتدى وشنو اهم النقاط اللي عالجتوا؟ اولا واحد نبدا على المنتدى اللي هو المنتدى المغربي للكفاءات والنخب. يعني ممكن اختارينا هذا الاسم اولا لانه كيعطي الممكن وان المغربي اينما كان يمكن له ان يساهم في الاوراش وتنميه المغرب. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه هو منتدى يجمع الخبراء والنخب من مغاربه العالم، بمعنى ان حاليا رحنا يعني مونديال عداز، ولهذا
يعني عندنا واحد المنتخب مغربي صحيح. وصل هو الرابع عالميا، لماذا لا يكون لنا منتخب مغربي في التكنولوجيا، منتخب مغربي صحيح. في الصناعه، منتخب مغربي في جميع المجالات. والمنتدى مكون من 9 اقطاب، يعني 9 بول، وهذا الاقطاب منها يعني قطب النوفيل تكنولوجي، التكنولوجيا الحديثه، اللي نظم يوم 18 و19 يونيو الماضي لقاء في الجامعة الدولية للرباط بالتعاون مع مجلس الجالية المغربية بالخارج والمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدعم من لا فونداسيون حسن دو. داكور. هذا اللقاء كان الهدف منه هو يعني كيف نحرك وكيف يعني بالفرنسية كومون موبيليزي لي تالون ماروكان دو موند بو بارتيسيبي يعني على السوق ايكونوميك دو ماروك. يعني كيف هذه النخبه هذه يمكن لها ان تساهم بطريقتها. اولا هذه النخبه ولا هذه الخبراء ما كيجيوش يعني باش يعطيو دروس للمغرب، لان المغرب الحمد لله ماشي، ولكن يعني القطار اللي ماشي في قطار التنميه ماشي، وحنا باغيين نساهموا. وهذه المساهمه ان ربما نقدروا نديروا اضافه نوعيه كما حصل في المنتخب ديال كره القدم ولا غيره. واضح. فيمكن ان يساهموا. والبرنامج كان حول موضوع يعني المواضيع اللي عندها يعني اضافه حقيقيه للمغرب. يعني ما اختاريناش مواضيع هكذا، ما بغيناش يعني غير نديروا شو، ولكن بغينا مواضيع التي يمكن ان تساهم وتسهم في التنميه في مواضيع حساسه اللي نقدروا نقدموا لها. فجبنا خبراء من الولايات المتحدة الأمريكية، من فرنسا، من بلجيكا، من ألمانيا، وتحدثنا في مواضيع الذكاء الاصطناعي، في مواضيع يعني الأمن السيبراني، في مواضيع نقل الابتكار والتعاون التكنولوجي بين المغرب وأبنائه في الخارج، علما بأن هؤلاء يعني ربما هناك تعاون مؤسساتي بين المغرب ومؤسسات، لكن ليس هناك تعاون على مستوى الأفراد. فنحن يعني في إطار يعني المنتدى يمكن لهذه الأفراد أن يساهموا، خاصة ونحن نلاحظ بأن هناك خصائص في بعض المجالات، مثلا في الأمن السيبراني كما تعرف أشتغل في شركة طالس وأشتغل في مجال يعني الأمن السيبراني، وبالتالي يمكن لي شخصيا أو لبعض الخبراء الذين نحن على تواصل معهم أن يساهموا في تقديم المعونة المشورة الرأي في هذا المجال. دونك الميساج هو أن مغاربة العالم وراه الإشارات الفاعل السياسي والفاعل العمومي على أساس لأنهم عندهم تجربة كبيرة وراء ظهرهم. الكفاءة أنا بالنسبة لي كنقول دائما فوالا كنقول يا توجور ان مونك غانيي، يعني لحد الآن مازال كاين شي الكفاءات المغربية مازال ما بغيش نقول هذا الاستغلال، ولكن مازال ما عطيش واحد لا فالور اجوتي وما بيناش في الاقتصاد المغربي. غادي نرجعوا لهذه المواضيع سيرتو ملي غنهضروا على مغرب التنميه وغنهضروا بزاف على الكفاءات وغنهضروا بزاف على مغاربه العالم. ولكن قبل بغيت نمشي معك لفاس، قلت لك قلبك في المغرب ولكن اظن في فاس. نهضروا شويه على النشأة السي عمر. نعم. اظن ابن مدينه فاس. انا ولدت في مدينه فاس. نعم. إذا كان ممكن تهضر لنا شويه على النشأة والدراسة ونهضروا شويه ونبقاو غادي حنا طالعين شويه بين النشأة الدراسة الأجواء اللي كانت. واش امتى بدات نقدر نقولوا بأن امتى بدات الدراسة وامتى بدات خصوصا هاد التوجهات الفكرية ديال السي عمر، واش من المغرب ولا حتى هاجر لفرنسا؟ لا أنا يعني ولدت في بيت علم صح التعبير. الوالد رحمه الله كان من العلماء القرويين تبارك الله، وجدي يعني الذي لم أعرف كان يعني عالما وعدلا في منطقة مولاي بوشتة الخمار، يعني فشتالة القبيلة تسمى فشتالة، وكان يقرأ بالقراءات السبع. وجد جدي كان قائدا يقال بأنه عين في عهد الملك السلطان الحسن الأول في عهد با محمد، كتسمى قرية با محمد. با محمد. ففي المقابل في الجهة ديالنا كان هذا يعني جد هذا من ناحية وحنا النشأة يعني أنا ولدت في فاس، لكن الوالد والأصل يعني من هذه المنطقة، من الزاوية العليا لمولاي بوشة الخمار الشواطر بالضبط، يعني دور الشواطر. لكن أنا نشأت يعني التعليم إذا أسرة محافظة، يعني نشأت نعم كنتم في أسرة محافظة. نعم. يعني أسرة محافظة، فنشأت على الصلاة وعلى التعلم، يعني لا أعرف متى بدأت التعلم. حتى أن يعني مثلا شرح ابن عقيل وألفية ابن مالك
قراتها وانا دونك كانت مكتبه في الدار، اظن نعم كانت مكتبه. نعم كانت مكتبه في الدار ولا زالت لحد الان. تبارك الله. وامهات الكتب كانوا في المنزل، بل ان الوالد رحمه الله كان يعيب علي عندما يراني اشتري بعض الكتب، يقول لي اذهب الى المنهل. يقول لي هما كيخدموا هذه الكتب هذه علاش اذهب الى الاصل، ذهب الى الاصل. وهذه ما تسمى بالكتب الصفراء. نعم. فانا تلك الكتب الصفراء يعني قريتها في البيت، علما بان الوالد يعني كان الوغ كاين شي ناس يمكن قراو في الكتب الصفراء هو الاصل عندهم، انا واحد منهم. انا واحد اللي قراو في الكتب الصفراء، ولكن الوالد يعني كان مزير علينا باش نقولوا، يعني كان في القضيه ديال كان مثلا كان كيمنعني نشوف التلفازه. كان حتى ان الاخوه خوتي صغار ولا الوالده ملي كنجلس معاهم كيقولوا لي سير في حالك، لان الوالد تيجي يطفي لهم التلفازه كامله. ودابا الوالد الله يرحمه كون عارفك، الوالد الله يرحمه كون عارفك دابا تتبان في التلفازه في جماعه التلفازات تيكون هضره اخرى عاوتاني. فعلا الله يرحمه. ولكن هو ملي كان كيمنعني كنت كنطلع للمكتبه وكنقرا، فلقى لو كنت كنخرج ونهرب وندير شي حوايج. رحمه الله. فالحمد لله. ولكن في نفس الوقت كان منفتحا، يعني كان في رابطه علماء المغرب. نعم. وكان منفتحا، يعني الموسيقى في الدار ديالنا ما كانتش محرمه. نعم. ما كانش يعني وكان مستقلا. ثم حتى في المجال السياسي الوالد ترشح يعني في انتخابات فاس، انتخابات غالبا غادي يكون حزب الاستقلال لا ولا لا هو ترشح مستقل. مازال كنعقل على الشعار ديالو، كان فكر لا اسال فكر ثم صوت. اسال فكر ثم صوت، كذا كان الشعار ديالو. وزال عقل يعني شعار متقدمه. دابا راه ما بقاش هذا الشعار. هذا الشيء كيبان لي في الثمانينات، في انتخابات البلديه ديال الثمانينات. ومازال عاقل بان كان مازال عندنا ديك كان البيض والكحل هو الشعار ديال اللي اختاروا ديك الساعات. ما نجح واحد من حزب الاستقلال مفدي. الوالد كان بطبيعه الحال لان بيني وبين الوالد يعني سنوات اكثر من 45 سنه. فهو يعني كان في حزب الاستقلال، كان في حزب الشورى والاستقلال، وكان شويه ثوري. يعني ربما انا خديت منه هذه الثوريه هذه وهذا في هذا المجال السياسي. اذا السياسه كانت حتى انا ملي كنت صغير كنت يعني الاخبار اتابعها دائما. والتلفازه يعني كانوا جوج ديال الجرايد انو ديك الوقيته، العالم والاتحاد الاشتراكي، كانت ما تتخطى حتى شي بيت اظن جرائد من حيث الجرائد. نعم. وحتى يعني التلفازه كان مثلا في الدروس الحسنيه كان كيقول لي كنت مجبرا على متابعه الدروس الحسنيه. عجيب. السي عمر، بغيت العمل المنظم واش بدا هنا في المغرب؟ يعني العمل في اطار الحركه الاسلاميه، نعم. ولا حتى انتقلتي لفرنسا؟ لكن هنايا هو اولا كان تواصلوا معايا بعض. اظن ملي ما خديتي الباك مشيتي ولا درتيش الجامعه هنا في لا درت عامين وعاد مشيت. داكور. نعم. فكان لا انا كنت ديك الساعه داير سيزيام رياضيات، يعني سيونس مات. وجاو عندي بعض الاخوه قالوا لي بغينا نديروا جلسات تربويه وكذا وكذا. سيونس مات تقول لي ما تهضرش معايا سيونس مات الله يخليك. حبيت الفكره. فكانوا كيجمعوا عندي في الدار، لان الحمد لله حنا كان عندي واحد السفلي انا كنت بوحدي فيه. فكانوا كيجيو، ولكن انا كنت يعني لم اكن اعرف انني انتسب لحركه اسلاميه. حتى واحد النهار جاو عندي بعض الاخوه قالوا لي انت تنتمي الى يعني جماعه الدعوه الاسلاميه بفاس. ما فخبريش. قلت لهم انا ما فخبريش. ولما سالت، لان حتى ملي كان واحد الاخ كان كيجيب البرنامج التربوي، واحد المره قلت له ملي كتجيب لنا هادشي قال لي راه واحد الاخوه راه جربوا قبل منا وحتى حنا سميتو وحتى حنا كان ديك الساعه واحد البرانسيب ديال جهريه الدعوه وسيريه التنظيم. انا قلت له شوف لا جربوه هما حتى حنا نجربوا خويا. مرحبا. ما كاين حتى شي مشكل. ويعني وتركت ديك الساعات يعني هاد الدعوه، والتحقت يعني بجمعيه الجماعه الاسلاميه في 87. لان على الاقل كان ديك يعني لم اكن ارى داعيا لهذه السريه. جوج واحد اما دير شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، انا اصلا ما متفقش معها. ولكن 87 كان يتيم ولا بن كيران اللي كان ديك الساعه؟ كان بن كيران اعتقد. ويتيم تناوبوا في ديك الوقيته قبل التسعينات. كان واحد كان واحد الفتره كان فيها يتيم، واحد الفتره كان فيها بن كيران. كيبان لي كان بن كيران اعتقد كان بن كيران. فهكذا حتى وجدت نفسي. ولكن يعني بكل صراحه انا حتى لما كنت مع الاخوه داخل الحركه، يعني مثلا اعطي مثال، كان في البرنامج معاني في الطريق
ولا بعض الاشياء اللي تتعلق بالحركه الاسلاميه. وكنت كنلاحظ بان الاخوه يعني من الناحيه الفقهيه ضعاف جدا، وحتى من الناحيه ديال اللغه العربيه ولا الملكه اللغويه ضعف. خصوصا كان عندك واحد الباك جراوند اللي جيتي منه. نعم. دونك دابا غادي تلقى قلت لهم يعني ما عادش ندخل في بعض التفاصيل. ولكن واحد الاخ واحد النهار واحد الاخ قلت له شوفوا انت دابا كتعلم مسائل ديال الحركيه ومعاني في التراب وكذا وكذا، وبدا تتعلم بعدا يعني فرائض الوضوء والصلاه هذه وهذه، اتقن دينك قبل لا وهكذا. لان المشكل هو انه المشكل ديال الحركه الاسلاميه في اعتقادي هو انها كانت يعني التوجه ديالها مغلق، بمعنى انها عندها واحد البرنامج. هذا البرنامج يعني الكتب والبرامج التربويه تعطيك يعني برنامج ديال الناس الذين في نفس الاتجاه. نعم. بينما يعني اعتقد بان الواحد هو اللي طبعا خصو تكون عنده واحد السوق اللي يبني عليه، ولكن يفتح الابواب، يفتح النوافذ ويقرا اشياء اخرى باش ما يبقاش في طريق مغرق بحال اللي كتمشي في لوطوروت. صحيح. وعندك الصور ما عندك الصور ما كتشوف لا بيزاج لا والو. صحيح. مره تتوقف في لي زيغ دو غوبو. ايوا وفي اطار بعض المرات كتخرج. وفي اطار لي زيغ دو غوبو غنشوف انا وياك نمشي معك واحد 2 ولا 3 سنوات، وبغيت نهضر معك في اول تجربه ديال الاندماج في المجتمع الفرنسي. اظن كنتي مشيتي لفرنسا للدراسه. نعم. الدراسه كنتي معول باش تطول هذه المده، ولا كنتي لا أبداً. كنتي غتكون عندك مرحله ولكن شداتك الصناره؟ يعني مزيان تعاود لينا على التجربه الاولى ديال الاندماج كيفاش كانت في فرنسا. شوف، هو انا من وصلت كنت كنلقى الناس كيقول لك عندي 10 سنين، كنقول لهم بزاف الى ذلك. وقعت ظروف يعني ديال لان لا جيت نحكي القصه ديالي في هذا المجال هو انني يعني وقع لي حتى مشكل في الاوراق، ما عرف واش ممكن نحكي القصه ولا لا. خذ راحتك. كان انا منين وصلت كان ديك الساعه خص شي واحد يدير لك لا بريزون شارج. سجلت انا المهم في الدراسه، واحد السيد من العائله ديالي يعني بحال ان باران يكون ان باران. نعم، هو اللي كيكون برونون شارج. واحد السيد ولد عمتي كان ما لقاش اللي ياخذوا شي واحد يديروا لا بريزون شارج. فجاء عندي قال لي عمر واش تقدر تعاوني؟ هو كبر مني شي 10 سنوات كبر. قال لي واش ممكن تكلم مع واحد ولد عمتي واحد اخر يعني ولد خالته على اساس هو سميتو يدير له لا بريزون شارج، لان انا كنت قريب منه. فمشيت عنده تكلمت معاه قلت له راه فلان محتاجك واش ممكن؟ قال لي لا انا ما. قال لي ولكن لا بغيتي انت ندير لك لا بريزون شارج نديرها لك. فشنو درت انا؟ يعني درت ويثرون على انفسهم ولو كان بالخصاصه. فديك لا بريزون شارج ديالي اللي كنديرها لي خالتي الله يجازيها بخير واحييها من هذا المنبر، وعطيت سميتو قلت خالتي اللي ما عندهاش علاقه ما كتعرف كاع ولد عمتي، وقلت لها عافاك انت لا بريزون شارج ديري لي انا ديريها لولد عمتي ما عادش نذكر الاسم. ومشيت انا عند الاخر فدار لي لا بريزون شارج. ولد عمتي خدا لا كارت دو سيجور ديالو الى هذا. كان بقيت كنتظر هذه شحال تقريبا من سنه من بعد ما 89. لا يعني السنه الاولى اللي مشيتي فيها. السنه الاولى يعني كنقرا فيها الى ذلك. ف بقيت كنتظر حتى لواحد النهار مشيت لابريفيكتور قالوا لي راسلنا لك رسائل الاولى الثانيه الثالثه ذلك. لقيتهم موجدين لي ديك اوبليغاسيون دو كيتي التيريتوار. دونك القدر كنقولوا لها بالدارجه كنروفوا لك تروفوله يعني كنت مروفولي. وشاء القدر انه من بعد نصبح فرنسي ونصبح نائب عمده الى ذلك. هذا الشيء اللي غنهضروا في التجربه نيت. فالمهم يعني ومن بعد اكتشفت بان ديك السيد الله يرحمه دابا راه عند الله انه قال لهم راه ما عنديش وهو اللي دار لي ديك المشاكل. غفر الله له. الحمد لله. الحمد لله. العمل الجماعي مشيتي للدراسه، ولكن اظن دائما الواحد ملي يكون واحد البروفايل اللي وراه واحد وجرب العمل الحركي والعمل التنظيمي صعيب يبقى غير في القرايه ولا ملي تمشي لفرنسا. العمل الجماعي واش بديتيه في السنوات الاولى استمريتي في العمل التنظيمي ولا كنتي مركز على الدراسه فقط؟ خصوصا كانوا مشكل ديال الورق اللي قلتي لا غير ذلك، يعني كيفاش كانت البدايه الاندماج؟ واش كان هناك صعوبه ولا كانت الامور ميسره؟ باش نكمل بعدا في القضيه ديال الورق. بقيت انا عامين واحد تما يعني كنقرا عندي الورق ولكن ما عنديش ورق، ما نقدرش نجي للمغرب. حتى تكلمت مع الوالد الله يرحمه واحد النهار وقال لي ولدي انا توحشتك. فدخلت
سكت على الله ودخلت، وكل شيء الناس كيقولوا لي راه لا دخلتي توحل، وفعلا دخلت المغرب وبقيت واحل، ما قدرتش نرجع. شحال تقريبا المده بقيتي؟ بقيت واحل شي 5 شهور ولا 6 شهور. كومين. يعني يعني جيت في شهر غشت 91 حتى ل 11 دجنبر. وما كانش مشكل الدراسه ديك الساعه؟ لا كان مشكل ولكن كنت على تواصل، سجلت لان كنت ناجح الى هذيك الدراسه ماشي مستمره. كان بعض الاخوه كيرسلوا لي الاساتذه في اخبارهم قالوا لهم راه وهاد 11 دجنبر يعني النهار اللي خديت الفيزا باش نمشي كانت عندي الطياره في الصباح، توفي الوالد رحمه الله. الله اكبر. سبحان الله. يعني في الليله اللي غنسافر فيها كانت ليله الثلاثاء توفى. شو الاقدار باش تجي سبحان الله. يعني بقيت كنقول في خاطري ان ربما هاد العكوسات وهذا الشيء اللي تعكس ان شاء الله بدنا نحضر الوفاه ديال الوالد. تجلس مع ديك 5 شهور قبل الوفاه ديالو، واجلنا سميتو تاجل السفر 15 اليوم، ورجعت لفرنسا سبحان الله. وتزوجت بعد 6 اشهر. عجيب. في سن 22 سنه تبارك الله. وهكذا يعني. وبدات العمل الجمعوي، لان العمل الجمعوي ديك الوقيته ديال العوده ديالك بديتو لعده اسباب. يعني اولا لان الاخوه كنت على علاقات معهم، يعني هي الصدف. واحد المره خارج المسجد لقيت واحد الاخ يفرق الرايه، جريده الرايه ديك الساعه ديال في مسجد ستالينغراد في باريس. ديك الساعه مورا الجامعه الاسلاميه كانت بدات ديك الساعه حركه الاصلاح والتجديد. اظن الاصلاح والتجديد ديك الساعه. نعم. من بعد ملي ولات التوحيد والاصلاح تبدلت الجريده ولات سميتها التجديد. كانت الرايه. الرايه في باريس. الرايه في باريس. اش من مسجد ستالينغراد 19 خرجت لقيت واحد الاخ من الرباط شدها، قلت واش كدير هنايا؟ علما بانني كنت كنعرفه هنا في فاس، ودار الدراسه ديالو في فاس، كدار دراسات اسلاميه ولا الشريعه حتى تلاقينا في باريس. وهكذا يعني استمرت مع الاخوه. واسست جمعيه سميتها منار في سنه 93. انا صحابي واش المغرب التنميه هي اول حاجه دونك كانت جمعيه. اذا شنو كان الهدف ديالها؟ الجمعيه هذه كانت لتدريس اللغه العربيه الابناء الجاليه. كنا كنديروا التقويه ديال في الدروس الخصوصيه الى ذلك. وفي سن 24 سنه ديك الساعات مازال عاقل لينا 93 مشيت عند لو مير ديال يعني العمده ديال المدينه، وصلت له رساله واستقبلني. العمده ديال باريس نيت ديال باريس ولا ديال في لا بيريف؟ مدينه سميتها نيوسيون معهم في 93 يعني في. واستقبلني وعطاني مازال عاقل، عطاني واحد 4 قاعات وصاله ولا ذلك، وبدينا العمل. الا ان يعني من بعد انا يعني رحلت من ديك المدينه، مشيت سكنت واحد المدينه واحده اخرى. ولكن وقعوا بعض المشاكل، لان بعض الاخوه يعني مثلا نعطي غير واحد المثال، كنا كنديروا اجتماعات، بعض الاخوه الله يغفر لهم ابناء الحركه يعني كتلقى في اجتماع يسب هاد مساخه الوالدين كذا كذا. واحد النهار قلت له شوف هاد مساخه الوالدين راهم اللي عاطينك هاد القاعه، هاد مساخه الوالدين هما اللي سامحين لك باش تجي لهنايا، هاد مساخه الوالدين هما اللي عاطينا الضوء، عاطينا الساروس باش كنقريو ولاد يعني ديك الاعتراف بالجميل. صحيح. بعض المرات لا يكون، لان هذا ممكن نعتبره مشكل ديال الاندماج فعلا. يعني واش ممكن واش ممكن نعتبره بان بعض الناس بعض المغاربه العالم هم ايضا السبب في هذا المشكل ديال عدم الاندماج الكامل مثلا في المجتمع الفرنسي، اللي كاين اللي مازال باغي يتدي مع واحد المجموعه ديال برانسيب حقه، ولكن تنسى بانه راه في مجتمع اخر، والاندماج ضروري الواحد خاص تضرب وتقيس باش تندمج. هو القضيه ديال الاندماج. اولا بعض الاخوه واخا سافروا تمايا، واخا كيمشي كيخدم يعني مع الفرنسيين في النهار وكيدخل، فالمجتمع داير ديك. ولذلك فرنسا كتسمى داكشي الكومونيتاريزم حقيقه. علاش؟ انك عايش بوحدو، بحال اللي راه مازال في العكاري، ولا مازال في عين قادوس فاس، ولا مازال يعني. تحيه الناس العكاري راه تيتابعونا بزاف، وعين قادوس. فهاد كيمشيو يعني كيعيشوا بيناتهم، بالتالي ما كيعرفوش المجتمع الفرنسي كي داير. انا المجتمع الفرنسي عرفته لانني ملي كنت كندرس كنت كنخدم، وكنت كنبيع دي زونسيكلوبيدي جوريدي. كنت كنمشي كنبيع داكشي، وكندق على الناس في الديور. بطبيعه الحال كتبيع الفرنسيين ماشي المهاجرين. صحيح. فكتدخل لدارهم، كتدخل يعني اما فيلات ولا سكن الى ذلك، كتدخل دار.
عشت وعرفت الفرنسيين كيف يعيشون داخل بيوتهم بحكم هذه التجربه اللي دامت عامين ونص، ومنها بدات حتى المعرفه ديالي يعني تجاريه والتكوين ديالي التجاري في هذا المجال. ممتاز. ايضا في نفس الوقت. سي عمر، دخلتي البيوت الفرنسيين وانت بقيت تقرا، ودخلتي ليهم وانت كسياسي. غنرجعوا لمغاربه العالم، ولكن فعلا بغيت نوقف هنا واحد الوقفه باش نشوف انطلاقا التجربه ديالك في العمل السياسي، خصوصا انك كنت نائب عمده في احدى البلديات ديال باريس اللي ما ساهلش باش توصل لها، ولكن في نفس الوقت كنتي عضو قيادي في حزب اخر هنا في المغرب اللي هو حزب العداله والتنميه. واش كان تيبان لك الفرق؟ انا زعما بغيت نقول لك نهضروا تيغ راه بحال شي واحد مثلا تمشي تلعب في البرنابيو وتجي لهنا وتتلعب في ملعب احمد الشهود، واش تيبان لك هذا الفرق هذا؟ واحد الملعب كيتلعبوا فيه في الدوزيام ديفيزيون. واش خصوصا راه ما ساهلاش ملي تكون عندك واحد دو كاسكيت، فين كان تيبان لك الفرق خصوصا في ممارسه العمل السياسي؟ واش كان تيبان لك هذا الفرق هذا السي عمر؟ لا، هو الفرق واضح وباين، ولكن ما يمكنش نقول هذه الدوزيام ديفيزيون وهذه البروميير ديفيزيون، لان حزب العداله والتنميه يبقى حزبا كبيرا. ما هضرش على، انا هضرت على المناخ في كانت انا ما هضرش على الحزب. نعم. لا باش غنعاود نشرح، لان ما هضرش انا على الحزب ديال فرنسا، انا هضرت على المناخ السياسي خصوصا في العمل البلديات، لي بوفوار. واش لي بوفوار اللي عند مسؤول جماعي في فرنسا ولكن هنا في المغرب؟ انا بغيت نقول انا كنهضرك على هذا المناخ ديال العمل في فرنسا وفي المغرب، واش كاين شي فرق بيناتهم؟ انا هذا هو اللي بغيت. اما الاحزاب انا بور لاستون نخليهم في التقار. المقارنه يعني انا لم اكن منتخبا في المغرب حتى اقارن بين نعم. الوظيفتين، ولكن متابع. راك تبارك الله راك متابع وعارف شنو كاين. لا لكن كمتابع اعتقد بان يعني القرار مثلا في فرنسا يتخذ في المجلس، يعني في المجلس البلدي نتخذ جميع القرارات دون تدخل اي احد، وعندما تتخذ هذه القرارات تتابع وتطبق بطريقه واضحه وشفافه ونزاهه. انا ما كنقولش بان يعني ما كاينش ترويض ولا شي حاجه تما، ربما كيكون على مستوى الدليل على ذلك انه كاين بعض محاكمات وكذا 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 اللي كنشوفهم حتى في الخارج. لكن يعني الثقافه الديمقراطيه تفتقد في المغرب. عندما اقول الثقافه الديمقراطيه لان تقدر تكون ديمقراطيه ولكن ما عندكش ثقافه ديمقراطيه. نعم. الثقافه الديمقراطيه تكتسب عبر الاجيال. فيعني مثلا انا نعطي مثال بسيط في القضيه ديال بعض الاشياء، واخا نهرب شويه من المجال السياسي. نعم. هو ان مثلا في مغربي كيمشي للبلديه ولا يمشي لاي بلاصه في فرنسا، اما يطلبوا وثائق وغير ذلك، كيلقى الصف كيحترم الصف ويبقى واقف مع راسو. نعم. كنكونوا راجعين كاملين حنا في الخارج كيحترم هادشي كامل، كتلاقاو بيناتنا في الباطو كتنوض الروينه باش يتبع الباسبور. كتنوض الروينه وخصو يضوب باقي يطبعوا الباسبور في الباطو قبل ما تدخل. مازال كيطبعوا الباسبور. فيعني غير الثقافه الديمقراطيه كيحترمها في واحد الجو، لانه كيعرف راسو انه ما يقدرش يديرها مثلا في البلد. ولكن راه تقادوا شويه كنظن. انا عاد مؤخرا كنت جاي في باطو ولقيتهم شادين الصف مزيان الحمد لله. لا تحسنت الامور ولكن باش ما يتقلقوش علينا الناس ديالنا. هذه مثلا 10 سنوات كتجي كتلقى يعني واحد الروينه وكذا وكذا. الحمد لله الامور تحسنت، وحتى الجمارك تحسنوا لان دخلت المساله ديال الرقمنه وكذا وكذا ساعدت. ولكن غير فالثقافه الديمقراطيه هذا اولا. ثانيا بالنسبه يعني للخطاب السياسي تمايا ماشي هو نفس الخطاب السياسي هنا. يمكن ان نقول بان الخطاب السياسي انا كنت مع يعني حزب في الوسط اعتقادا مني انه هو الذي يناسب افكاري. الموديم كنت مع الموديم، وكنت حتى مع يعني مع ماكرون يعني الحزب ديالو سابقا، ولكن خرج لاسباب عاود حتى هي تتعلق ببعض السياسات الداخليه وخاصه سياسات خارجيه. وخرجت بطبيعه الحال حسب العداله والتنميه، وربما سنتحدث عنها ان شاء الله. فاعتقد بان هناك يعني فارق كبير وفجوه. هذه الفجوه الواحد خصو يعرف كيفاش يعرفها، لان حتى في التعامل، حتى يعني في الكلام، حتى في التعامل مع المسؤولين، نوعيه الكفاءات يعني ايضا. واش الكفاءات يعني بغيت نقول لك السي عمر تا نيفو دابا تا نيفو ديال هضرتي على الثقافه الديمقراطيه، وهذا الشيء نقدر نمشي معك حتى في النقاشات. نقدر نقول لك دائما كنضرب واحد المثل السيدي عمر، هو مثلا القناه البرلمانيه هنا في المغرب
عندنا مشكل كبير، ماشي مشكل ديال الفلوس ولا ديال الفينانسمون، ولكن تخيل معي بواحد النخبه راه قليل اللي تيناقش، خصوصا اللي غنمشيو للجان، عمل اللجان. بالنسبه لي واحد المؤسسه اللي تدير التشريع، تخيل نديروا كوبي كولي ديال ال سي بي لا شين بارلمونتير اللي كاينه في فرنسا، راه غادي يبان ديفوات بزاف. نعم. الناس غيعاود الناس اللي تيصوتوا عليهم، هذا هو النيفو ديال، وبالتالي فراه الكفاءه. انا بالنسبه لي عندنا مشكل ديال الكفاءات، واظن حتى هنا فين كاين الفرق. يعني فرنسا راه ماشي هو النموذج، راه ماشي جنه، ولكن كنقول على الاقل كاين مجموعه ديال الدروس نقدروا ناخذوهم منها، ما فيها باس نتعلموا شويه منهم. انا تيبان لي ما فيها باس زعما في هذا الجانب. لا هو الواحد يمكن ياخذ دروس ماشي من فرنسا فقط، يعني نعم. كلما كانت هناك تجربه رائده الواحد يقدر ياخذ منها. لكن في المغرب يعني هناك يعني بعض، خاصه عن بعض السياسيين، هناك سياسيين اللي عندهم واحد الجرأه كبيره لكن مخلوطه بشيء الشعبويه. هناك الذين لا يملكون اي جرأه، وشخصيا لا ادري ماذا يفعلون في السياسه. كاين اللي على قد الحاله راه ما عنده حتى شي علاقه. وكاين ناس اللي جاوا ربما لقضاء مآربهم ومصالحهم، يعني عندنا ثلاث فئات. فرنسا فعلا كاين الناس اللي يعني التجربه السياسيه، الناس اللي ربما يناضلون من اجل افكار، يناضلون من اجل تطبيق برامج، ولما يصل يعني الى السلطه فهو يحاول تطبيق برامجه، وليس هناك يعني بعض العوائق التي قد تحول بينه وبين التطبيق، خاصه في المجال اللي انا كنت نائب عمده. يعني في المجال البلديه يعني عندك الفو، ما كاينش شي واحد يجي يقول لك ما ديرش هذه ولا دير هذه. وعندنا يعني ميزانيه، وهذه الميزانيه كنا كنصرفوها اكثر من ذلك. يعني كنا دائما كنخدموا اكريدي. علاش؟ لان دائما عندك مشاريع، عندك باغي تزين. شنو اهم ملفات السي عمر اللي كتخدم؟ اهم ملفات يعني واش كان عندك تفويض؟ كان عندك تفويضات في مجالات معينه؟ انا كان عندي تفويض اولا في المجال يعني الاجتماعي. ممتاز. فكنت يعني جميع الجمعيات والمساعدات الاجتماعيه انا اللي مكلف بها، كنت كتاخذ فيها قرارات يعني بوحدي. مع هذاك مجال اللي تتخليك مرتبط بالساكنه. نعم بالساكنه مباشره، خاصه الساكنه ذات الاصول المهاجره. نعم. ولهذا اخترت يعني هذه. وبعد ذلك كنت يعني في ديفلوبمون ايكونوميك والنيميريك يعني وهذه عاود كتخليك في تواصل مع صحيح. الفاعلين الاقتصاديين. كفاءات. ممتاز. يعني مثلا من الاشياء اللي درتها هو ان يعني المدارس ديالنا، المدارس فرنسا المدارس الابتدائيه تابعه للبلديه. التجربه ديالك مع الجاليه المغربيه، عضو ديال مجلس الجاليه المغربيه، تجربه كبيره في العمل، سواء العمل الجمعوي او العمل السياسي. اليوم السي عمر، كيفاش تقيم الوضع ديال الجاليه المغربيه؟ واش دائما داك ستيريوتيب باقي ديال واحد الوقيته كان ديال العامل تيمشي تيخدم في معمل تيدي مع وليداتو؟ دابا ما عرفتش دابا اون كيل جينيراسيون، دابا كنا كنقولوا دوزيام جينيراسيون تروازيام جينيراسيون، راه هرب لي الحساب. شنو تقدر تعطينا؟ هو كاين تغيير اولا ديموغرافي داخل اوساط الجاليه المغربيه بالخارج، بحكم ان يعني الجاليه يعني الجيل الاول والثاني ولدوا وعندهم ولادهم وليداتهم ولاداتهم احفاد والى ذلك. حنا ورحنا تبارك الله، وباقي صغير زعما باقي شاب شويه وصافي. يعني الشعر فيه البيض وفيه الكحل، شي مشكل. لكن يعني الهجره الاوليه كانت هجره ديال اليد العامله. وانا مازال كنعقل ملي كنت في المغرب كنسمعوا عمالنا بالخارج الى ذلك. المشكل هو ان هذا المصطلح مازال بعض يعني السياسيين يستعملونه. بينما يعني الهجرة الحالية هي هجرة ديال الأدمغة. نعم. هجرة ديال الكفاءات، هجرة ديال النخبة التي تريد ربما حتى وخا الوضعية ديالها في المغرب مزيانة، ولكن تريد أن تحسنها أكثر. نعم. وكاين اللي كيمشي باش يكتسب التجربة ولا يعمق التجربة ديالو، إما كيرجع ولا ما كيرجعش. لأن المشكل هو أن يعني هناك بعض الظروف كتجعل الإنسان ما كيقدرش يرجع، خاصة كيتزوج كيدير وليدات، فهو يستقر مع ديك الحلم ديال العوده الدائم. لكن اسمح لي سي عمر، واحد السؤال دائما في اطار النقاشات مع مجموعه الاصدقاء، كاين واحد التخوف، وانا كنقول واش دابا الوليدات ديال هذا الجيل، خصوصا الجيل اللي كاين دابا الوليدات لا جينيراسيون زد ديال مغاربه العالم،
في نظرك واش باقي داك الارتباط بالمغرب؟ واش باقي هادو مثلا غنلقاوهم في الصيف اللي جاي في الطوموبيل وجاي معاه وليداتو باش يدوز العطله ويرجع؟ ولا كنشوفوا بالمرات واحد الاغلبيه دابا اللي تيهبط لفرنسا تيهبط يدوز لي فاكونس في الاسبان وتيطلع في حاله؟ هذا الارتباط في نظرك واش باقي كما هو ولا عنده واحد الخصوصيه اخرى؟ لا، هو الارتباط العاطفي موجود، بل موجود ربما اكثر عند ابناء اللي ما تزادوش في المغرب، عجيب. اكثر. انا مثلا ولادي ولا بزاف يعني كيقول لك يعتبرون انفسهم يعني مغاربه قبل كل شيء. نعم. يعني وحتى ان واحد مولادي يعني سوني قال لي علاش جيتي لفرنسا اصلا. فكاين هذا السؤال، وكاين هذا الارتباط العاطفي والانتماء الى حضاره عربيه اسلاميه. لما اقول الحضاره العربيه الاسلاميه المغربيه بكل مكوناتها كامله، امازيغيه وعربيه الى ذلك. واش سي سوبجيكتيف السي عمر؟ يعني واش حيت مع غير اسر محافظه ولا يعني في جميع المشارب الاسر اللي انا نكمل. نعم. فعلا. وهذا خاصه العائلات اللي فعلا مرتبطه ثقافيا وحضاريا ودينيا ولغويا مع المغرب. كاين بعض الناس اللي انا حكيت لك قبيله، قلت لك كنت في التسعينات يعني كنت خدام كندير لا بورت ا بورت ونطلق على الناس دي لونسيكلوبيدي جوريديك. دخلت عند واحد السيد سميتو الشوفاليه، مازال عاقل شويه، بان لي هاد الشوفاليه يعني ماشي شوفاليه ديال بصح، سي با ان فري شوفاليه. لقيتو مغربي والمراه ديالو مغربيه، بدل السميه بدل كل شيء. عجيب. فهناك الذين ينسلخون ايضا من هويتهم ودينهم الى ذلك، وهادو كيجيو المغرب يعني كيبقى ديك الارتباط العاطفي، لكن ارتباط الديني وارتباط يعني حتى الانتماء الى الدين والثقافه ينسلخ مع الاجيال. وهنا كاين فرق، وهادو يعني كيعتبروا راسهم يعني اما فرنسيين. ولا كتلقى انا مؤخرا كنت في معرض الكتاب نعم في ماي الماضي، والتقيت مغربيه اللي قالت لي يعني انها علمانيه، وانها والديها تزادوا في بلجيكا، وانها لا تعتبر نفسها يعني لا مسلمه ولا مغربيه الى ذلك، وعندها اسم عربي يعني معروف. اذا كل شيء موجود. اللي كاين تمايا هو يعني بما انه هناك حريه ديال المعتقد، حريه ديال الثقافه، فاللي كيبغي يصلي كيصلي، اللي بغى يمشي للحانه كيمشي للحانه، ولكن ما كاينش ديك النفاق اللي كيجعل ان واحد يعني في واحد الوسط، واحد المجتمع اللي كيفرض عليه انه يظهر نفسه بانه يصوم وهو لا يصوم، او متدين وهو غير متدين الى ذلك. هضرتي على الهجره ديال الادمغه اللي هو واقع، والواقع لا يرتفع، وارتباطا كذلك مع المنتدى اللي تترأسوه ديال الكفاءات. بغيت غير واش السؤال اللي ديما انا كنطرح وكنقول ليا ان مونكا غانيي، وكاين واحد الخلل كيلكو باغ، واش فعلا المغرب تستافد، بلادنا تستافد بالشكل الكافي من الكفاءات ديالها؟ كفاءات تهاجر من حقها تهاجر، كل واحد اللي باغي يحسن وضعه كي تيقلب على واحد لو كونتكست، الوليدات والى غير ذلك، واحد لونفيرونمون اخر جديد. ولكن اون كونتر بارتي هاد الناس كل ما عيطت لهم البلاد تيكونوا حاضرين. واش هاد لينيسياسيون ديال هاد لاكسيون واش تدار بالشكل الكافي؟ اعتقد لا. ثم كاين عاود حتى هادو كاين نوع اللي واخا مشى بقى مرتبط عاطفيا مع المغرب، وكاين واحد النوع اللي ربما خدموا هنايا وقراو هنايا وهاجروا بعد الدراسه وبعد الشغل هنايا. وهادو الاغلبيه ديالهم كيقول لك لا، انا خدمت في المغرب وانا ما باغيش نرجع وما باغيش نعاون وما باغيش. بينما الناس اللي فعلا ربما داروا الدراسه ديالهم برا وكملوا برا واستقروا، هادو كاين الكثير منهم يعني، وحنا داخل المنتدى هذا هو الذي يجمعنا وهذا هو ديدننا، هو كيبغيو يعاونوا المغرب. غير ديك المعاونه ديال المغرب ماشي بالضروري انك ترجع وتستقر في المغرب، لانك يمكن ان تجعل خبرتك وتجربتك رهن اشاره صحيح. كتقول يعني انا اللي احتاجتني في هذا المجال هذا تساعد. وكاين البعض لانه فعلا مساعد يدخل. علاش؟ لان المغرب تغير. المغرب في عهد الملك محمد السادس الله ينصره ويحفظه كاين واحد التغير اللي كنشوفوه واقعي ونراه على الارض فعلا، ماشي في جميع المناطق، لان فاس انا دائما فاس يعني احبها
وربما تحبني. كما عادة الناس ديال فاس دائما معتزين بهم وحقهم هذاك. ولكن فاس ملي كندخل كنلقاها لم تتغير. يعني علاش؟ علاش؟ لان نرجعوا للسياسه. لا، نرجعوا للسياسه. لان اولا هناك برامج يعني استراتيجيه اللي على المستوى ديال الدوله. طنجة كيفاش تغيرات، بعض المدن كيفاش تغيرات. فاعتقد بان واحد الوقيته السياسيين واخا عندهم ديك الحريه واحد الهامش، بعض المرات الدوله خصها تدخل. لا سيدي، حنا خصنا برامج من هذه البرامج. يعني يجب مثلا، علاش ما عندناش المترو في فاس؟ علاش ديك ساحه فلورنس مازال كما كنعرفوا في الثمانينات؟ واش الطوبيس بعدا مقاد في فاس عمر؟ واش الطوبيس مقاد؟ يعني هضرنا على المترو، واش الطوبيس بعدا واش الطوبيس يليق بسكينه فاس؟ ولهذا ثم حتى من الناحيه الامنيه يعني انا حتى مع العائله معدل الجريمه كنمشيو مثلا لطنجة كتحس بشويه الامان، مقارنه مع فاس كتخاف. ثم كاين حتى ديك الهاجس ديال ديك ان كلشي كيتكلم على فاس بسوء، انك كتخاف حتى ترسل وليداتك بوحدهم يمشيو. رجعوا الكفاءات من الثمانينات لهنا. هناك نخبه هي التي هاجرت، وكنشوفوا انا كنشوفها في الشركه اللي كنشتغل فيها في طاليس ولا غيرها. يعني انه بعض الكفاءات من المهندسين اللي كيخرجوا. اعتقد بان الدوله المغربيه كتدي واحد الضريبه مضاعفه، ضريبه ديال ان هاد الناس ما عندهمش العمل اللي يليق بهم هنا في المغرب، ثم الضريبه ديال انها شحال ديال الملايير صرفت على هاد الناس، وفي الاخر يعني بحال كتوجدوا كتجي شركه فرنسيه كتاخذ واجد. ولهذا اعتقد بان خص تكون واحد النوع من السياسه اللي كتجعل اولا تحفيزيه، وفي نفس الوقت يعني دير عوائق. اوكي، انت قريتي وخرجتي، اذا هاد الدوله اللي قراتك ورباتك عندها عليك واحد حقوق. هاد الحقوق خص الانسان يؤديها بطريقه او باخرى. كيفاش؟ صحيح. هذا هو السؤال، وهذا دور السياسي في هذا المجال. سي عمر، قبل ما نمشيو السياسه واخا نهربوا منها غنرجعوا ليها، ولكن قبل نفتح واحد القوس ونقول بان واحد لا جينيراسيون اللي تزادت في فرنسا ولينا كنشوفوا وهي كفاءات تدخل باش دير دي بروجي في المغرب وتتستقر، واخا هي قليله، ولكن هذا يعطيك واحد النافذه ديال الامل بانه راه باقي الارتباط وباقي الناس اللي ممكن يجيو. يعني خلى واحد لونفيرونمون اللي قرا فيه وجا خدم. هي قليله ولكن على الاقل تعطيك بانه راه ممكن، خصوصا اللي كنهضر في توسكي في بيج داتا وفي التكنولوجيا الحديثه. كنلقاو مجموعه ديال الابناء الجاليه اللي تيستقروا. لا، هو كاين الارتباط، ولكن كاين الفرصه. نعم. يعني المغربي اذا حس بان فرصه في النجاح في المغرب كاينه، ما غاديش يتسنى بزاف، ما غاديش يدخل. ولهذا يعني ان الفرص اللي موجوده الان في المغرب ما كانتش من قبل. صحيح. وعليه كنشوفوا العديد من، وحنا عندنا في داخل المنتدى المغربي لكفاءة ونخب ممكن بعض الناس اللي عندهم شركات هنا وفرنسا في هذا المجال. وفي يعني اللقاء اللي درنا في الجامعه الدوليه الرباط كانوا معنا ناس عطاو تجارب ووضحوا تجارب بينهم في هذا المجال. اذا الفرص كاينه. اللي كاين هو ناقص ربما هو ان الدوله المغربيه خصها تبين ولا تعطينا بعض اماكن او الفرص اللي متاحه فيها واللي فيها خصاص. يعني مثلا نقولوا مثلا في الامن السيبراني، في الانتيليجنس ارتيفيسيال، كذا كذا كذا. يعني ولهذا احنا كنا قدمنا في المنتدى منصه ممكن. وهاد منصه ممكن اللي الناس يمكن يشوفوها مازال ني با برود، ولكن بلاتفورم بالانجليزيه لادريس ممكن.com وهي نوع من لينكدين ديال مغاربه العالم مع المغرب. نعم. يعني تجمع بين خبراء مغاربه العالم وكتجعلهم رهن اشاره ديال المغرب، لان العديد من مغاربه العالم ما كنعرفوهمش. حتى كنشوفوا في التلفازه اما مع اوباما ولا هذه، ولا كنقولوا معنا ناس بحال يعني رشيد اليزامي ولا غيره، ونفتخروا بهم. ولكن نفتخروا بهم حاجه مزيانه، ولكن لا جينا هاد الناس وقدموا لنا وخدموا البلاد وعاونونا وننجحوا، واخا ما يجيش يعني يعطينا ربما غير بعض النصائح ولا، فسيكون ذلك احسن. ثم يعني في المغرب كاين واحد القضيه، هو انه ملي كيجي اجنبي كيحمل اسم اجنبي
يحترم اكثر من المغربي ولو كان المغربي اكثر خبرة واكثر علما الى غير فكرتي في واحد المصطلح ديال الافضليه الوطنيه. دابا سي لانفيرس. نعم فعلا. السي عمر، واش ما تتشوفش بان اليوم انت تتهضر وانا كنتفكر واحد المساله وكترجع بيا للسياسه، وان دابا اليوم واش جزء من مغاربه العالم واش ما تيحس باش يحسوا بانهم جزء من صناعه القرار الوطني كاين داك المدخل السياسي. وهنا غنرجع النقاش ديال المشاركه السياسيه ديال مغاربه العالم. القوانين اللي كاينه اليوم باقي حشوميه، تتصوت باغ بروكوراسيون. واش هذا الامر تيبان لك عادي السي عمر؟ غير حاجه وحده، بزاف تيهضروا على اللوجيستيك وكذا، وانا لا اعتبره والله اعلم مشكل ديال اللوجيستيك. واش هو مشكل ديال اراده، هو اراده سياسيه باش مغاربه العالم يشاركوا فعليا في القرار السياسي. هو ماشي حتى القضيه ديال الاراده، هو نتيجه قرار سياسي يجب ان ينزل على اعلى مستوى. باش نكون واضح في القضيه هذه، لان انا لما كنت رئيس لجنه مغاربه العالم في حزب العداله والتنميه اقترحنا في اطار اللجنه المشاركه عبر لائحه ديال مغاربه العالم، باش هاد اللائحه يعني يصوت عليها مثل لائحه اللائحه الوطنيه، بحال اللائحه الوطنيه بحال الوطنيه باش الامور يكون سهل. لان كان بعض العوائق يقولوا لوجيستيكيه، ذلك هذا يعني كلام يعني ممكن نفتح القوس السي عمر، ممكن نفتح القوس. تفضل. في الاستفتاء تيكون التصويت. نعم كان التصويت حدا حومتك يمكن تيدخلوا عليك حدا الحومه في فرنسا. في التصويت كنظن جميع القنصليات تيكون فيها، ما كاينش هذه المشكله. يعني في الاستفتاء كان تتصوت حداك، كانت مشاركه. ولهذا علاش قلت راه ما كاينش مشكل ديال اللوجيستيك. ثم بعض الناس كيقول لك لا غتكون ضعف ديال المشاركه، وهذا ضعف المشاركه راه كاين حتى في المغرب. صحيح. ثم خليونا نشاركوا ولكن حكموا. يعني اخر تجربه كانت التجربه ديال 84 اللي معروفه وكانت فاشله لعده اسباب. اذا حنا كنطالبوا بالمشاركه السياسيه ديال مغاربه العالم عبر البرلمان، لان ملي كنجيو نشوفوا حتى الدول يعني الجيران ديالنا عندهم، حتى فرنسا نفسها يعني ولا تونس اظن عندها تونس مصر، الجزائر، فرنسا، العديد من الدول تشارك. ثم حتى كان ربما تخوف، كان مقترح اخر، لان انا كنت كلمت بعض المسؤولين في تخوف ديال ربما وصول بعض الناس اللي كذا البرلمان المغربي ممكن يكون ديك الشيء عبر يعني في مجلس المستشارين، يعني على الاقل في مجلس المستشارين، لان تكون اشاره، لان مجلس الجاليه المغربي بالخارج هو مجلس استشاري لا علاقه له بهذا المجال. يعني الناس كيسحب لهم بان مجلس الجاليه المغربيه الذي عين في 21 نوفمبر 2007، وكان لي شرف انني عينت يعني من طرف صاحب الجلاله في ديك 37. نعم. هذا المجلس هو مجلس استشاري واستشرافي لا علاقه له بالمجال السياسي. ولهذا نحن نقول بانه ثم هاد مغاربه العالم لماذا يناب عليهم داخل البرلمان؟ لماذا يعني مجلس النواب ما يكونش نائب من فرنسا الى ذلك؟ طبعا يجب ان تكون هناك شروط، وهذه الشروط يعني على الأقل يعني النائب الذي يجب أن ينتخب يتقن اللغة الوطنية. لأن أنا ما كتجينيش في بالي مثلا في البرلمان الفرنسي نجيبوا واحد منتخب من فرنسا فرنسي وما كيعرفش الفرنسية، وبالتالي إذا من شروط يجب أن توضع شروط معايير، وهذه المعايير أن المنتخب يجب أن يتقن اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ديال البلد. صحيح. لأن ما يمكنش تجيب واحد مثلا جاي من ألمانيا مثلا ولا يفهموا لا اللغة العربية ولا الأمازيغية ولا كذا ويقول لك أنا مغربي. فعلا هو مغربي، ما كاينش وزير فرنسي ما تعرفش يضرب فرنسي. طبعا إذا وقعت الكارثة. لا واخا كانت مؤخرا المشكل ديال الاورتوغراف ديال شي وزير كان. شوف هو تبعتي هذه المسألة ديال الاورتوغراف ديال واحد الوزير؟ لا ما تبعتهاش. كان واحد البرنامج وزير ديال التربية الوطنية اخطأ في الاورتوغراف في شي كلمات، وعرفتي فرنسا الإعلام الفرنسي أقامت الدنيا وأقعدها. لا لم أتابع هذه القضية هذه، ولكن أنا مثال مثلا من الأشياء التي كتصدمني هنا في المغرب، كتمشي المقهى في الأوتوروت مثلا كيحط لك المنيو بالفرنسية، وكلقى يعني حتى بعض المهاجرين ما كيفهموش الفرنسية، وربما كيفهموا العربية والألمانية ولا لونجلي ما كيفهموش الفرنسية. ولهذا كنعتقد بأن من الأشياء اللي في المغرب هو أن يعني عندك وهي اللغة الدستورية، هي اللغة الدستورية يعني دخل على الأقل عندك بالعربية. صحيح، سي لا موندغ دي شوز. السي عمر، هضرنا بزاف على الكفاءات، بغيت نفتح واحد القوس على مغرب التنميه.
الا كان ممكن نعطيوها حقها حتى هي، خصوصا ان كانت البدايه الاولى ديال العمل اظن، ولا نقدروا نعتبروها هي ثمره العمل الجمعوي اللي كان قبل، على اساس بانه خدمتي مجموعه الكفاءات واكتشفتي مجموعه الكفاءات مغربيه اللي فعلا كانت مخبيه. يعني في نظرك واش كانت تجربه جيده سي عمر؟ شوف، هي مغرب التنميه ربما كان نجاح الحمد لله، وكان نجاح موفق. كانت في 2006 اظن، تاسست في 28 يناير 2006 في باريس. نعم. وجاءت بعد الخطاب الملكي ديال 6 نوفمبر 2005 الذي اعلن فيه صاحب الجلاله على تاسيس مجلس الجاليه. وحتى لما عينت في مجلس الجاليه عينت كرئيس لشبكه مغرب التنميه في فرنسا ديك الساعات. الفكره جاءت، انا كنت في نفس الوقت كنت ممثل لحزب العداله والتنميه، لكن مغرب التنميه لما اسست في الاول لم تكن يعني اطار تمثيلي لحزب العداله والتنميه، لان كنت انا كممثل، ولكن الجمعيه كانت تجمع، كانت منفتحه على الكفاءات، يعني ماشي مرتبطه بحزب. نعم. لم تكن مرتبطه تنظيميا بالحزب، والقرارات كانت تتخذ في المكتب ديال الجمعيه في باريس. الجمعيه ترأسها انا من 2000 يعني من 28 يناير عند تأسيسها 2006 حتى 9 ولا 8 ابريل 2018 عندما تركتها. وكان خيار ديالي يعني بكل صراحه، لان حتى الاخوه صوتوا عليا قلت لهم يكفي 12 سنه. الجمعيه وقع مشكل عندما اصبحت هي الاطار القانوني لحزب العداله والتنميه في الخارج لعده ظروف. ومن الاخطاء انا خرجت على الاهداف الاولى اللي كانت مسطره. نعم عليها في نظرك؟ يعني حادث عنها واصبحت اضيق. علاش؟ لان في الاول كانت فضاء واسعا يجمع اعضاء العداله والتنميه طبعا، لكنه يجمع المتعاطفين وحتى بعض الناس لانه كانوا كيشوفوا العمل ديالها كيجيو يخدموا معنا بدون ديك الشرط ديال حمل القبعه ديال حزب العداله والتنميه. لكن لما اصبحت هي الحزب، هنا اصبح مشكل. علاش؟ لان العديد من الاطر مشاو، ربما ما عادش نذكر بعض الاسماء ولكن راك تعرف مسي جواد، اللي غادروا الجمعيه لان قال لك حنا كنا باغيين نخدموا ولكن بدون حمل يعني القبعه ديال واحد الحزب معين في الخارج، خاصه وان حزب العداله والتنميه في الخارج راه ماشي هو اي حزب، يعني يعتبر حزب ينتمي الى التيار الاسلامي. تمام، ملي كتقول لهم اسلاميست بالنسبه لهم كيعتبروا يعني كيبداو ربما من العداله والتنميه حتى بن لادن بالنسبه لهم هذو كاملين اسلاميين في فرنسا. نعم. ولهذا يعني كانت ديك المصطلحات المستعمله انا واحد المره مازال كنعقل كنت في فرنسا 24 وصوني قال لي انت اسلامي؟ قلت له انا لست اسلاميا، انا مسلم وحافظ. نعم. لكن يعني واش انا سيدي ربي هو اللي عطاني الساروت ديال الاسلام؟ ما عندناش رجال دين وما عندناش. وحتى عندما كنت في حزب العداله والتنميه ربما قد تسالوني هذا السؤال، انا وقع لي واحد المره مشكل. كنا في واحد الملتقى ديال الكتاب المجاليين، وجاء خطيب من حركه توحيد والاصلاح وتحدث وقال انتم حزب العداله والتنميه اصحاب الحق ضد الباطل وكذا وكذا. فمن بعد انا ما كنتش في الحقيقه يقدر يكون شخص اظن حتى الحركه لا تاخذش هذا التوجه. كاين بعض الاشخاص اللي كاين اللي تيزرب الراس ويعبروا عن نفسه زعما اظن والله اعلم. ما كنتش باغي ناخذ الكلمه، ولكن سي عبد العزيز عمري ديك الساعه كان هو المدير العام وقال لي عمر عافاك خصك تتكلم باسم مغاربه العالم. قلت له انا نتكلم ولكن بشرط انني كانت واحد الكلمه خصني نرد عليها. صحيح. فرديت عليها وقلت بان يعني في هذا المجال السياسي اللي هو مجال ديال الاجتهاد ماشي حق ضد باطل وانما اجتهاد صواب وخطا. ممكن نتحدث عن الخطا عن الصواب والخطا، نقول انا هذا الراي ديالي هو الصواب والاخر اخطا. لكن مصطلحات دينيه الحق الباطل يعني شنو؟ يعني انه الناس ديال البام ولا غيره نعتبرهم على الباطل. وما هي الاحكام الدينيه التي يمكن ان اصدرها في حقهم اذا حكمت عليهم بانهم اهل باطل؟ وهاد القضيه تم في حق خصني نقول وخلقت واحد البلبله، لان بين قوسين سي عبد الله بن كيران قال لي عندك الحق وقال لي تكلم وقول، لكن انا اعتقد داخل حزب العداله والتنميه ربما راح ندوز ماشي مشكل، خذ راحتك ماشي مشكل. هو انه كاين واحد الفجوه بين القياده وبين القاعده. وهنا ظهرت لان كل شيء كيف انت جاي من فرنسا وتفهم علينا وكذا وكذا وكذا. سي عمر، واش في مغرب التنميه اللي قلتي كنتي بين 2006 و 2018
في 2011 وقع مستجد. 2011 حزب العداله والتنميه ترأس الحكومه. واش كان واحد التغيير في اطار المنهجيه العمل ديالكم في المغرب التنميه؟ واش كان واحد تفتح واحد الباب ديال الانتماء؟ واش زعموا شويه الناس عليكم خصوصا الحزب التعراف وكذا؟ وهذه في نظرك انت واش كنتي حسيتي بالتغيير، خصوصا مجموعه الوزراء كانوا زاروكم اظن في فرنسا، وقبل ايضا كانوا مجموعه ديال القيادات اللي كانوا جاوا، اظن بان السي عمر هو اللي كان الباب ديالو بيته كان مفتوحا، وعلى حسب العلم ديالي بان جميع القيادات كانوا زاروك، وانت كنتي هو السي فرنسا ديال الاخوه اللي غادي لباريس كنعيطوا على السي عمر. واش كان التغيير في 2011 كان لصالح الجمعيه او كان ليس في صالحها؟ هو شوف من 2006 حتى كنا نظمنا ندوات حول يعني مثلا وفي هذه الندوات كنا كنعيطوا لجميع الاحزاب السياسيه المغربيه. عيطنا الاتحاد الاشتراكي، يعني سير جقر شحال من مره، دز جقر جوج مرات، عيطنا الحركه الشعبيه، عيطنا الاستقلال، عيطنا غيني ما عمرهم ما جاو عندنا، ما كانوش كيبغيو يجيو، ولكن جميع الاحزاب السياسيه الوطنيه جبناها من اليسار من الوسط من كل شيء، ونظمنا ندوات. وحتى في ابان يعني الربيع العربي نظمنا ندوات شارك فيها يعني السياسيون هم يعني من حزب العداله والتنميه طبعا، كان جا السي رميد وسي ادريس الشقار، ونظمنا ندوات باريس. ف يعني جمعيه مغرب التنميه كان منبرا لمغاربه العالم وخاصه في فرنسا للاطلال على ما يقع في المغرب. يعني بحال لان هذا المجال السياسي ديال المغرب كنا كنديوه تمايا وكنجيبوا لهم نخبه من السياسيين اللي كي يتقارعون الحجه بينهم وهكذا. جاء فعلا الربيع العربي، فجاء الغث والسمين. علاش؟ لان اولا الجمعيه تحولت في الاول كانت مفتوحه، فاصبحت من يكثر علينا الناس قلنا اذا هذه الجمعيه هذه غنخليوها غير العداله والتنميه. وهذا القرار شخصيا واخا انا كنت رئيس لجنه مغاربه العالم لم اتخذه، بل كان يعني قرارا هنا في الرباط. عنده علاقه بدخول حزب العداله والتنميه للحكومه، ترأس الحكومه؟ لا، هو كان في الحكومه يعني هادشي بعد 2011. بعد 2011 ولكن كانت بعض الناس اللي كانوا هنا في المغرب، بعض البرلمانيين والبرلمانيات وتعرف من اقصد اللي كيقولوا لا، راه بعض الاحزاب الاخرى بعض الاحزاب الاخرى داروا فروع ديالهم في الخارج. وهاد الناس ما كانوش كيعرفوا الخارج شنو هو، لان يعني انا ملي كنت في فرنسا كنت اتحدث داخل جمعيه مغرب التنميه، الفرنسيين عارفيني انا من العداله والتنميه وانا عارفهم، ولكن ملي كنمشي كنظم لقاء كنظمهم باسم جمعيه مغرب التنميه اللي هي جمعيه فرنسيه، فما يقدرش يرفضوا لي شي حاجه. وكان وانا لما اصبحت مسؤولا لانها منضبطه وتتخدم تحت القانون الفرنسي. بالقانون الفرنسي. وانا لما اصبحت مسؤولا عن الحزب في الخارج في 2008، لان السيد الى بركان هو اللي عيني منستقل على اوروبا ثم بعد ذلك على الخارج. اول ما قمت به هو نقل عمل حزب العداله والتنميه من العمل الفردي الى العمل المؤسساتي. بمعنى ان شحال هذه يعني كنت انا ممثل ديال الحزب، ومن بعد اصبحت مسؤول عن الحزب في الخارج، يعني كمستقل في اوروبا ثم بعد ذلك رئيس لجنه مغاربه العالم. قلت لهم ما يمكنش تشتغل انت كممثل، ولكن دير لي مكتب، وهذا المكتب فيه انتخابات الى ذلك. طبعا بدينا في فرنسا، بعد ذلك يعني اسس جمعيه مغرب التنميه في بلجيكا، في اسبانيا، كان فروع في مجموعه الدول الاوروبيه، في الدنمارك، مشيت للدنمارك، المانيا، هولندا، واصبحت هذه الفروع يعني مكاتب تحت جمعيه مغرب التنميه، وشكلنا شبكه مغرب التنميه في الخارج اللي كان فيها يعني 9 ولا 10 ديال الدول، توصلنا حتى الامريكا. المسؤولين ديالك كلهم في العداله والتنميه ديال الدول نورمالمون المكاتب في هذه الفتره هذه كانت نعم. اذا منين اصبحت هي صباح الحزب في السلطه، جاو ناس اللي لا ندري، احنا ما كندخلوش في النيات ديالهم،
ولكن انه ياتي ويقول لك ان من ندخل عادي. حزب دابا الان حزب منفتح. حزب كان قبل 2011 كان تيخلع المعارضه، ولكن في السلطه دابا دونك صافي. يعني في 2003 كنا، وانا قلت واحد المره في لقاء في برشلونه كان حدايا سعيد، كان قلت لهم حنا في 2003 حنا من بدينا العمل كنا اقرب منه الى السجن الى الحكم يعني. دابا العكس اللي وقع. لكن دخلوا ناس وهذا خلق مشاكل كبيره جديده. علاقتك بحزب العداله والتنميه الان السي عمر، انت كنظن قدمتي استقالتك اظن. انا قدمت الاستقاله ديالي، يعني اخر لقاء فعلي حضرت فيه كان في المجلس الوطني في 2019 جا الكوفيد. من بعد حضرت واحد اللقاء عن بعد، ولكن لم احضر المؤتمرات وقدمت استقالتي وبكل وضوح يعني. ولكن علاقتي مع القياده ديال حزب العداله والتنميه يعني علاقه طيبه وديه مع سي عبد الله الكيران. زرته مؤخرا لانه هو اتصل بي في قضيه يعني عائليه والحمد لله يعني. وكانت تجربه بكل صراحه تجربه مفيده واستفدت منها، ولكن كانت مفيده للجميع. الكاسكيت ديال السي عمر دابا ممكن؟ لا دابا حنا اولا دابا واش كل شيء ممكن في المغرب؟ شوفوا كل شيء ممكن في المغرب. وحنا المنتدى لما يعني جات الفكره ديال المنتدى كان ما بغيتش نجمع باش الناس اولا ما يعتقدوش بان هذه الفكره ديال العداله والتنميه، لان يعني بزاف ديال الناس مثلا المغرب التنميه كيسحب لهم بان الفكره جات من الرباط. لا، الفكره كانت في باريس. هذه الاولى. وخا البعض سيقولوا العكس، ولكن يعني انا الذي قمت بتاسيس الجمعيه وحتى الاسم يعني الاختيار ديال اسم مغرب التنميه أنا اللي اخترته مع بعض الاخوه بحال ممكن ايضا يعني. نفس كنحاول شويه د ماركتينغ. لا مزيان، مرحبا تستاهل. ف اذا مغرب التنميه مشات بعيد، ولكن في 2012 تغيرت واصبحت هي الاطار القانوني، ولحد الان لا زالت هي الاطار القانوني لحزب العداله والتنميه عبر فروعه في الخارج. العداله والتنميه هو حزب يعني اعتقد بانه وطني، حزب له حضور. اللي كاين هو انه ربما خصو تجديد في بعض القيادات. نهضروا عليه في المحور الاخير وانا شخصيا مع هذا الشيء. لكن في نفس الوقت كما قلت قبيلات كاين فجوه بين القياده اللي كنعتبرها معتدله، بين من كتلقى بعض الناس الذين في القاعده فهم ربما شادين في العداله والتنميه لانهم ما لقاوش اصلب او اكثر غنخصوا المحور الاخير المشهد السياسي ونهضروا على العداله والتنميه والاحزاب الاخرى ان شاء الله. المشهد السياسي المغربي نخصوه في المحور الاخير نختموا به ان شاء الله. مؤخرا رجعتي للواجهه الاعلاميه وانت تبارك الله ديما منور الشاشه، وكنشوفوك دائما في مجموعه ديال الشاشات الفضائيه كمحلل سياسي. مؤخرا جبدت سميتك على واحد الواقعه وقعت في 2012، يعني هذه شحال واحد 16 عام 14 عام. قيادي في العداله والتنميه هضر في واحد بعض وسائل الاعلام وذكر بان في المؤتمر السابع اللي كان في 2012 ديال البي جي دي بانه كانت واحد الشخصيه جات اللي هي اوفير برونشتاين، وقال بانه تجبدت سميتك بانك انت هو اللي كنتي الواسطه باش ربطتي درتيه كانفيتي باش يحضر المؤتمر، وقال بانه قدمتيه كانه عنده جواز فلسطيني سلموا ليه ابو مازين. انا هذه الحق اللي كاين ومن بعد نعطيك وكان في راسك بانه عنده جنسيه اسرائيليه، وكان مستشار سابق ديال اسحاق رابين، واعتبروا هذا الامر هذا بانه من التسلل الصهيوني على حسب هذا القيادي اللي هضر. وتكلم بانك انطلاقا من العلاقات ديالك هذا الشخص هذا هو شخصيه فرنسيه كنت تلتقي باليهود الفرنسيين، وكنتي يعني قدمتيه بواحد الكاسكيت اللي ماشي هي حقيقه. بغيت نعرف لا فيرسيون ديالك سيدي عمر مادام تجبتي، كيفاش ممكن تشرح هذا الامر هذا للناس اللي تيتابعونا؟ سي جواد، اولا هذه ماشي لا فيرسيون ديالي. المغاربه كيقول لك نسي الكذاب وسولو. الحقيقه ما كتنساش،
وهذه القضيه هذه انا ساحكيها كما وقعت لانني لم انساها، لانها اثرت في مساري واثرت لماذا لعده اسباب. لكن يعني قبل ما نتكلم، اولا يعني هذا الشخص الذي تكلم هو ليس بقيادي، لان قيادي هو انه كان في الامانه العامه ولا كان يرأس يعني لجنه، ولا انا كنت ارأس لجنه مغاربه العالم في حزب العداله والتنميه. فهذا الشخص يعني عضو في المجلس الوطني ومعروف بشعبويته ومعروف بكذا وكذا، ويعرف انه يعني يصرخ اكثر مما يتكلم. هذه المساله الاولى. ثانيا، انا قبل ان اجيب على هذا الشخص يجب ان اوضح امرا، بما ان هذا الشخص كنا ننتمي الى حزب فخور بمرجعيته الاسلاميه. هذه المرجعيه الاسلاميه لما طبقناهاش يعني في الحزه كما نقولوا، فوقاش نطبقوها منين نكون يعني. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته. وهذا الرجل أعتقد أنه سيفضح يوما في جوف بيته. لماذا؟ لأن هذا الرجل لما وقعت هذه الحادثة ذهب يسأل عن الفندق الذي كنت جالسا فيه، دار وشاية كاذبة على أساس أنني مولت من طرف ما أعرف شنو، لأن هذا الإنسان أو هذا الشخص يفكر بعقلية المؤامرة. يعني لا شاف ربما الضبابة جاية يسحب له راه شي واحد جايبها. ولهذا يعني سأرجع الآن إلى الواقعة. يعني نفترض جدلا بأنني درت هذا الشيء، هذا الإنسان تجسس، اغتاب، ولا زال يغتاب، ولا زال يسب. نفترض جدلا بأنني فعلا درت هذا الشيء كامل، ياك، وهذا الشيء كامل حرام، بينما الاجتهاد السياسي يبقى اجتهاد سياسي، يمكن الإنسان أن يصيب فيه ويخطئ. ونفترض جدلا خطأت. نرجع للواقعة. الواقعة أولا سي جواد، يعني كما كيقولوا الفرنسيين لي بارول سون فول اي لي زيكري ريست. كاين بيان ديال سي عبد الله بها اللي ديك الساعات خدا يعني القضيه في الوسط، وجاء وكيقول بان يعني هذا الرجل يعني البيان راه كاين، وكيقول توضيح على اثر التفاعلات التي اثارتها دعوه السيد اوفر برونشتاين. كيقول فيها تم اقتراح اسم الضيف، وخا الاقتراح المصطلح ديال الاقتراح انا ارجع عليه، ويتوفر على جواز سفر فرنسي واسرائيلي وفلسطيني. يعني حزب العداله والتنميه كان في خباره بان هذا السيد يحمل 3 جوازات، منها الجواز الفلسطيني اللي فعلا اعطاه له ابو مازن، لكن الوعد ماشي ابو مازن اللي اعطاه، كان اعطاه له يعني من قبل ياسر عرفات. هذه النقطه الاولى. اسمح لي الله، قلتي شي حاجه، واش حزب العداله والتنميه تؤكد انه كان عارف بانه عنده 3 جوازات؟ طبعا هادشي مكتوب، وانا عندي رسائل ممكن بغيتي الرسائل اللي بما فيهم الجواز الاسرائيلي. طبعا هادشي كامل. الحاجه اللي ما قلبتش عليها انا واللي ما قلبوش عليها الاخوه هو انه ما كناش عارفين بانه مستشار ديال رابين، ما كانش في خبرنا بانه رابين، لان انا كنعيش في فرنسا وبالنسبه لنا الكثير من اليهود حتى هنا في المغرب يحملوا جوازات اسرائيليه. اذا ما عادش نمشي قلبا على هذا الشيء. بالنسبه لي انه يهودي يدافع عن القضيه الفلسطينيه وقدم الي كذلك. القصه كيفاش وقعت؟ جاء عندي واحد السيد سميتو عبد الاله السني عالمي، تواصل معايا، قال لي سي عمر شوف راه المؤتمر ديالكم غيكون، وراه في المؤتمر السابق ديال الاحرار حضروا بعض الشخصيات ومنهم اوفير بروشتاين، وراه باغي يحضر معكم لانه مع شخصيتين هما برنار كوشنير يعني وزير الخارجيه الفرنسي السابق، وموراتينوس اللي كان وزير خارجيه سابق ديال اسبانيا، وهما اصدقاء هذا الثلاثي هذا. فالدعوه ارسلت اليهم 3، ولكن الدعوه ماشي انا اللي ارسلتها. انا اللي وقع هو انه لما اتصل بهذا الشخص وقال لي ها كيفاش، شنو انا كمسؤول ديال الحزب وكمسؤول ديال لجنه مغاربه العالم جاني واحد الخبر وصلته للمغرب. يعني لم أقم بالدعوة، فوصلت الدعوة، وصلت الخبر الأخ رضا بن خلدون اللي كان هو رئيس لجنة العلاقات الدولية، وقلت لهم راه كاين واحد السيد اقترح أن واحد السيد يدافع عن القضية الفلسطينية عنده الجواز إسرائيلي،
ولكن واخا انه يعني يحمل الجواز الاسرائيلي، ولكن انسان واش غنديروا هذا برونشتاين اللي مثلا مؤخرا قبل ما يموت قال بانه سين اونت بور موا انني كننتمي لاسرائيل وكذا وكذا، وكيسب نتنياهو وكيدافع على القضيه الفلسطينيه. واش هو مثلا سموتريتش؟ يعني غير من ناحيه السياسيه. احنا سياسيين ياك، هذا هو. لكن ارجع للواقع، فارسلت انا الخبر الاخوه في المغرب، اجتمعت الامانه العامه وقالوا يعني انا لم اقم بدعوته، قلت لهم واحد السيد يرغب، هو كان ممكن انني انا ندير بلوكاج من تما وانا نرفض من جهتي. انا كنعتقد يعني من النزاهه السياسيه انني ماشي محقي نرفض. انا يعني كانت حاجه مزيانه كنخبرها، كانت حاجه قبيحه كنخبر. فوصل الخبر، ارسلت الدعوات وجاوني دعوات مكتوبه كتبت في الرباط. هاد الدعوات كان فيها بعض الاخطاء املائيه لانها كتبت بالفرنسيه، صحت الاخطاء الاملائيه، ولكن الدعوه ديال اوفير برونشتاين عارضت الرساله وقلت لهم لا، يجب ان نكتب في الدعوه اللي تكتبات نوجه اليك دعوه اون فوز انفوا سيت انفيتاسيون اون طون كو ديفونسور دو بوبل باليستينيان، كمدافع عن الشعب ولا عن القضيه، عن لاكوز ولا عن البوبل، عن الشعب الفلسطيني. يعني الدعوه وجهت اليه بهذه الصيغه ياك. وارسلت الدعوه. اللي وقع هو انه في اخر لحظه ما جاش موراتينوس وما جاش كوشنير، وجا يعني برونشتاين. اذا بعد ذلك وقع ما وقع، حتى يعني داز المؤتمر داز بخير الى غير ذلك. نهار اثنين الصباح يعني خرجت واحد الصوره الشهيره اللي كنتي فيها انت وكان فيها برونشتاين وكان سي العثماني. نعم. من خرجت هذه الصوره هذه فعلا انا كنت سافرت، كنت رجعت الفارس. تواصلت مع السي عبد الاله بكيران والسي عبد الله باها، لان فعلا تفاجئنا. هل كان هناك اختراق؟ لان جاء واحد سيلفا اطال اللي كان في فرونس 24، انا ما استدعيتوش هذاك يعني الصحافه جات وجات راسها. واش هما بالعاني كان واحد اللعبه باش يكون سي ان كومونتي؟ يقدر يكون ممكن تتبقى، ولكن باش نقولوا يعني اخترقنا من الداخل. يعني شنو بالمناسبه انا من الناس الذين ساهموا في تاسيس لجنه اعمار غزه في الخارج. نعم. وعندي يعني مكافاه وكنحضر معاهم والناس يعني سي عيسى مكيكي اللي ولكن ما دخلش في اللجنه لعده اسباب سياسيه، ثم يعني لانني ابتعدت على حزب العداله والتنميه، وابتعدت حتى عن تيار يمكن ان يسمى بالتيار بين قوسين الاخواني في الخارج. سي عمر نقول لك واحد القضيه. سي عمر سمح لي نكمل هذه النقطه هذه، لان كاينه واحد القضيه. لا تفضل مثلا عندك شي حاجه ما لا كاين واحد القضيه مهمه جدا، هو انه لما وقعت الواقعه مشيت وجيت من السفر مباشره، رجعت للرباط من فاس ومشيت تلاقيت السي عبد الاله بن كيران والسي عبد الله باها في رئاسه الحكومه. جلست معهم وقالوا لي فعلا واش استنكم شنو وقع. قلت لهم هما عارفين بطبيعه الحال، عارفين، لان السي عبد الله باها قال لي رانا باغي ندير بلاغ يعني قبل ما يدير هذا البلاغ هذا، لان كانوا عارفين. فسولوني انا اقترحت عليهم المساله التاليه واللي حتى شي واحد ما في خباره. قلت لهم لا كان حزب العداله والتنميه خصو يعني ان بوك ميسير، انا مستعد نحمل هذا البوك ميسير من اجل المصلحه العليا ديال الحزب. راه جبتي دابا شاهدين، واحد توفى اللي هو السي عبد الله باها، ولكن السي عبد الله بن كيران راه حاضر هذا الواقع، راه حاضر الواقع، ويمكن الا بغى يخرج يوضح ما كاين حتى شي مشكل. فقلت لهم انا مستعد نكون يعني كبش فداء لا بغيتو. السي عبد الله باها والسي عبد الاله قالوا لي سي عمر حنا كنعرفوك وما محتاجينش هادشي، وراه نديروا البيان، واحد البيان وخرج البيان. بعد ذلك البلاغ بيان كان منصف تقريبا. لا وجهه نظر ديالك في البيان؟ لا البلاغ من كيقول تم اقتراح اسم الضيف يعني فعلا ماشي اقتراح، انا بلغت خبرا لم اقترح. البلاغ كان فيه الاسم ديالك، البيان خرج فيه الاسم ديالك؟ لا قالوا من قبل ممثل حزب فرنسا، ولكن معروف شكون. معروف شكون، انا ما كنتش يعني باين ولكن هذه القضيه ثم جاء بعد ذلك المجلس الوطني لحزب العداله والتنميه، وهذا الشخص نفس الشخص اللي مازال كيغوت
ناض وقال وهضر على الطبيعه وبدا كيغوت وقال كيفاش وكذا وكذا. وناض سي عبد الاله بن كنان وجاوبه قال له انا الذي اتحمل المسؤوليه. نعم. هذا السيد هذا لو كان راجل ياك علاش ما كيهضرش على العثماني بنفس الطريقه؟ علاش ما كيهضرش على رضا بن خلدون بنفس الطريقه؟ علاش مشى كيقلب في لوطيل شكون اللي ساكن؟ علاش دار وشايه كاذبه؟ هذا انسان في الحقيقه لا اعتبره ولا اريد ان اتحدث عنه، ويمكن ان نمر الى محور اخر. سنمر، ولكن غير باش نقول لك السي عمر، واحد الشخص اخر في نفس الاطار مؤخرا اللي خرج، ما فيش انت، ماشي انت، ما نهضرش عليك انت. لا انا مادام جبتي العثماني غادي نقول واحد الشخص اللي دار بلاغ وهضر على واحد المطبع. قال هذا المطبع اللي مشى دار مراسله لواحد الحزب تونسي وقال لهم استقبلتوا واحد المطبع. انا كنقول هذا على الله على من تيهضر. واش عرفتي شكون هذا المطبع على من تيهضر على العثماني. دابا حينما تصف السي العثماني بالمطبع، انا بالنسبه لي راه كنظن راه تبدل لكم بارامتراج. انا ما كنهضرش على الشخص هذا، كنهضر على شخص اخر. لا دابا شوف هادو ماشي رجال. لو كان لا ماشي، شوف هذا المصطلح حتى ماشي رجال. شوف لا ماذا تعني بالرجل؟ تقدر تقول فلان اللي دارها. ماذا تعني بالرجل؟ واش المصطلح القراني؟ واش المصطلح القراني من المؤمنين رجال؟ لا دابا غير المصطلح ديال الرجاله ديال المغرب. المهم على اي بين قوسين، شوف ياك يعني انك تمشي دير يعني من الدناءه، هذه الدناءه ودناءه سياسيه شعبويه. دونك نسدوا هذا الموضوع السي عمر. انا بالعكس انا كنت كاع فاش تواصلنا وكذا وهذه انت ما كنتيش، لا غير واحد النقطه، انت ما بغيتيش تخرج الاعلام سابقا، ما بغيتيش تخرج الاعلام سابقا، ولكن اظن ما دام هذا واحد الحدث وقع فكان يهمني لا فيرسيون ديالك، واللي غادي يحكم المتابعين اللي غيسمع راه اللي الناس اللي شافوا الخرجات اعلاميه وشافوا مقالات صحفيه، ومزيان هذه مناسبه باش يشوفوا التوضيح ديالك مباشره. وهذا الشيء اللي بغيت. نعم تفضل. واحد النقطه اللي ونسدوا القوس ومسالون عليها، هو الوشايه الكاذبه عند لجنه النزاهه في حزب العداله والتنميه. لان هذا الشخص قال بانني لم اجبت وطويت صفحه لان يعني لجنه النزاهه شنو كيراسلوني كيقولوا لي انت جيتي المغرب في اطار مجلس الجاليه المغربيه بالخارج وجلستي فندق، وفي هذا الفندق مخلص من طرف مجلس الجاليه، وفي نفس الوقت جيتي شاركتي في الحزب. قلت لهم من بعد يعني ثانيا يعني انا كنفرق ملي كنكون في العمل ديال مجلس الجاليه، راه مجلس الجاليه، ومنين كنجي في الاطار الحزبي، ولكن جيت بعض المرات كنجي كندير حديث مغزل، ما المانع؟ ثم وجاوبتهم قلت لهم ما يمكنش تسولوني على اشياء ما عاديش نجاوبكم على اشياء تتعلق بمجلس الجاليه. حاسبني على شي حاجه ديال الحزب واخا، ولكن تحاسبني على اشياء ديال مجلس الجاليه لم اجيب عنها، وكان هذا جوابي، والجواب ولا زلت محتفظا به. ولا بغيت نعطيك لي زارشيف هذه بزاف. اسمح لي يا عمر، هذه بزاف على النزاهه. راه قال لي بعد مرات واش تعرف النزاهه كنعرف نزيد فيها بحال واش تعرف العلم. هو بزاف اسمح لي، راه بعد مرات غير كاين اميني راه عارفين هذا الشيء، كنظن ما عارفين هذا الشيء. لا غير باش تعرف ان الدناءه ديال هذا الشخص فين مشات. على أين خير إن شاء الله. سي عمر، نختم بواحد، مشينا للسياسة وهضرنا في مجموعة الأمور، وسنختم بالسياسة. كمتتبع للشأن السياسي، اليوم احنا قراب على بعد كنظن واحد 3 أشهر أو شهرين على الانتخابات البرلمانية. كيفاش تشوف المشهد السياسي المغربي انطلاقا من كانت واحد السنوات ديال الحكومه، كانت الحكومه ديال العداله والتنميه، من بعد الحكومه اللي ترأسها لغيني. انت كيفاش تشوف المشهد السياسي المغربي وكيفاش تشوف المستقبل ديالو انطلاقا من التتبع ديالك هذا المشهد هذا؟ الحقيقه يعني المشهد السياسي المغربي فيه ضبابيه. الضبابيه كتجعل بان الواحد واخا كيعيا ما يشوف كتقول يعني انا كمتابع لما نصوت، بما ان هناك احزاب جربت واخرى، يعني لان الاحزاب السياسيه دابا اللي كاينه في المشهد السياسي كلها كانت في الحكومه من قبل. كان حزب العداله والتنميه ربما هو الوحيد الذي لم يمر ومر. اولا لان الطريقه ديال الانتخاب هنا في المغرب كتجعل بانه حتى حزب سياسي ما يمكنش يحصل على الاغلبيه المطلقه اللي تجعله فعلا هو يحكم ويتحمل المسؤوليه لوحده. ضروري الائتلاف. ضروري الائتلاف. هاد التشكيله، هاد التلوينه كتجعل بان يعني الجميع مسؤول في نفس الوقت، حتى شي واحد ماشي مسؤول. ولهذا يعني ملي كتجي تشوف مثلا على الملفات، يعني حاليا عندنا تشكيله فيها 3 احزاب
اللي هي يعني الأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. لكن ملي كتشوف بعض الوزراء كتتابع كتلقى ربما كاين بعض الوزراء اللي فعلا خدموا من الأحزاب ثلاثة، وكاين بعض الوزراء اللي كتسائل شنو الموقع ديالهم في هاد الحكومة من الأحزاب بثلاثة. وقد أعني بعض الوزراء والوزيرات أيضا يعني في هذا الإطار. ولهذا أنا كنعتقد بأن اللي كاين هو أنه الطريقة ديال الانتخاب يجب إعادة النظر فيها باش على الأقل نقللوا من ديك، لأن مزيان دابا كان عندنا 3 الأحزاب. واش فعلا يعني في الحكومة المقبلة يكون عندنا 3 الأحزاب؟ شكون اللي غيوصل؟ أنا كنشوف بأن الحكومة الحالية ربما نجحت في مشاريع لكنها فشلت مع المجتمع وفشلت مع الإعلام. ثم حتى رئيس الحكومة يعني يمكن أن أقول بأنه لا يملك من الملكة ديال الكلام والحديث والكوميونيكاسيون ما يملك من الأموال. لو كان يعني قد ديك الفلوس اللي عنده في نفس الوقت كتسمح له باش يتحدث بنفس يعني الجرأة وكذا وكذا، كانت تكون أحسن. ولهذا أنا أعتقد أنه لابد من تغيير. ما تشوفش سي عمر بأنه واش نفس السيناريو يقدر يتعاود؟ لأنه هذا المشكل ديال الائتلاف ملي تيكون ائتلاف حكومي والمسؤولية تتفرق بين القبائل أو بين الأحزاب، تتخرج في 3 شهور 4 شهور تخرجوا الأحزاب المكونة الائتلاف الحكومي وتحمل المسؤولية للحزب الذي يقود الحكومة. وقعت الأحرار خرج وقال بأن العدالة والتنمية هو الذي يتحمل المسؤولية، عطيونا رئاسة الحكومة وتفاهموا معنا. واش ما تشوفش بأن البام والاستقلال يقدروا يعودوا نفس السيناريو مع الأحرار؟ في الحقيقة زعما يعني لا داروها مزيان. لأن علاش؟ لأن كل الأحرار مما يعني اللي داروا من قبل، يعني أكلت يوم أكل الثور الأبيض يعني، لأن إذا سنوا هذا الشيء علما. ولكن واش البام والاستقلال يقدر يعطيونا دروس بالرغم من مجموعة المشاكل اللي تعاني منه البام والاستقلال؟ أنا أفرق بين الأحزاب الإدارية والأحزاب الوطنية بكل صراحة. رغم أن الائتلاف كيجعل، لأن عندما تولد من رحم السلطة تبقى متعلقا بها ما دمت حيا. الإدارية والوطنية راه نقدروا نمشيو فيها نقاش. ولهذا الإدارية والوطنية نقدر يكون فيها نقاش، لأنه هذه الأحزاب عندها تاريخ، نقدروا نتناقشوا في البام. ولكن الأحزاب اللي كانت الأحرار كان بدا من عهد عثمان الاستقلال. لا سمح لي، لا وهناك من الأحزاب الوطنية. أنا عندما كنقول الأحزاب الوطنية يعني حزب الاستقلال، الحزب الوطني يعني كان حتى قبل الاستقلال المغربي، الشروق والاستقلال، بعض الأحزاب، حتى الحركة الشعبية ممكن نقول أنه مع حرضان الله يرحمه إلى ذلك، والانقسامات اللي وقعت. ولكن من كتشوف بعض الأحزاب يعني من كان الأحرار ولا البام ولا واش شي واحد دابا السي عمر ينطي دابا غدا وأنا وياك وأسسنا حزب واش ما نكونوش حزب وطني؟ لا انا كنتكلم الى اسنا حزب غدا ان شاء الله. شوف هذه الاحزاب، وبالتالي فخصنا على الاقل لا نخليو الباب مفتوح. لا انا كنتكلم، هو ماشي عيب بكل صراحه، ماشي عيب. لان واخا تكون يعني ولدت من رحم السلطه وتغيرت واصبحت كتخدم البلاد، بالنسبه لي اهم حاجه هو نخدموا البلاد ونخدموا البلاد، وفي نفس الوقت نحترموا إرادة المواطنين دون تطرف، لا إفراط ولا تفريط. يعني ما نوصلش لديك الشعبوية اللي كتجعلني كنقول شي أشياء من نوصل للسلطة نقول لا سمحوا لي راه ما قادرش عليها. صحيح. وفي نفس الوقت ما عاديش نكون عاود يعني كنشوف غير رساميل ديال الأموال ونشوف كذا ونشوف كذا. ثم ديك المصالح ديال الشعب يكون توازن بين المصالح ديال الطبقة الفقيرة والمتوسطة والمصلحة ديال الدولة. فعلا يعني رأسمالية كتجيب رؤوس أموال، ولكن خص يعني ديك الشعرة ديال معاوية كيفاش نحافظ عليها في الحالتين. سي عمر، واش انت متفائل المستقبل السياسي ديال البلاد ديالنا؟ متفائل، لو لم أكن متفائل لما كنت هنا. إذا كنشكرك بزاف سيدي عمر ملي جيتي وتواضعتي وجيتي معنا. إذا التفاؤل أظن هو اللي خلى كفاءة كالسي عمر، وكأنك ودابا الآن خصوصا أنك تترأس المنتدى. أظن كما قلتي بأن هذا الهم اللي هزين كفاءات ديال بلادنا وملي تيخليهم دائما تسعوا للأفضل، تسعوا للكمال، وخا الكمال لله. كلمة أخيرة سيدي عمر، شي سؤال ما سولتكش؟
شوفوا الاسئله ولا بغيت تسولني ولا شي حاجه مرحبا. لا انا غير بغيت نقول باننا احنا يعني داخل المنتدى المغربي لكفاءة النخب هو منتدى غير سياسي، وكان هذا الخيار انني بعثت على السياسه. هذا لا يعني بانني لا اهتم بالسياسه، يعني المنتدى بغيناه باش يكون يجمع الجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسيه والخيارات السياسيه ديال كل واحد، لان الهدف ديالنا هو ان نديروا اليد في اليد باش نخدموا لبلادنا في مجالات يعني ذات القيمه المضافه الكبيره. ومن هنا يعني من هذا المنبر ديالكم واشكرك على يعني الاستضافه، ادعو يعني الجميع للخيرات ولا الملاحظه يعني عبر المنصه ديال ممكن، يعني ممكن.com moumkine.com، وحتى نتواصل. ثم شيء آخر هو أن الإنسان قد يخطئ في حياته وقد يصيب. نسأل الله عز وجل باش ربي يوفقنا ويوفق البلاد، والتفاؤل يعني إنه لا ييأس من روح الله. وانت مسامح الجميع ياك؟ مسامح انت داك السيد جبناه مسامح ليه؟ لا لكن شي وحدين ادعوهم الى الله وسنلتقي عند الله. سيدي عمر، عندي واحد سلوغون كنسالي به خصوصا لي زانفيتي اللي كنجيب كلهم عزاز عليا، كنقول الكلام شيق والوقت ضيق فلا نعيق. سي عمر شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك سيدي جواد، الله يحفظك. متابعي الكرام شكرا جزيلا لكم، وكنضرب لكم موعد في حلقة مقبلة. أمسية طيبة، إلى اللقاء.